تكلمنا كثير جدا عن موضوع مهم اللي هو سلامكم الله يا بسمة، اللي هو الاغتسال بالماء في بيوتكم كما تتسبحون، زي ما تتروشون دائما في بيوتكم، تصبون الماء على أنفسكم وتقرؤون داخل سركم. أنا نزلت الكلام هذا في السناب شات، كثير جدا يسألون يقولون طيب يجوز نتكلم في دورة المياه، هل يجوز إني أقرأ بصوت؟ قلنا لهم لا يا جماعة الخير، لا تقرأ في الحمام، لا تقرأ بصوت عالي أبدا، إنما أقرأ في سرك. اغتسل وارق نفسك بداخل سرك وامسح جسدك غسل كامل الجسد من أوله إلى آخره، واستمر تحت الماء 5 دقائق إلى 10 دقائق قد ما تستطيع، وكرر اليوم الثاني والثالث والرابع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى اللي عندهم نزيف يتوقف، واللي عندهم مشاكل بالأرحام سينزل عليهم نزيف ويخرج الأذى، واللي عندهم حبس في الدورة سينتهي، اللي عندهم مثلا أي شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا وجد اليقين والتعلق بالله، هنا نقدر نقول نحن نستفيد. في ناس كثيرين يقول أنا والله حاولت، نعم داخل سرك، أقرأ داخل سري، زي ما تصلي الظهر مثلا بسم الله الرحمن الرحيم داخلك ما حد يسمعك، طبيعي جدا، هذا هو. هذا ما في امتحان ولا شيء، ما في امتحان. لكن اللي يدخل ويتعمد انه يسمي بالرحمن ويذكر الله في دورة المياه عادي كأنه لا، هذا ما يجوز ذكر الله في هذه الأماكن. كنا تكلمنا قبل فترة طويلة عن قلم تقول عيد أو قلم يقول عيد، ما أعرف ذكر أو أنثى، أنا ما أبشروا. أنا أقول أنتم بتتسبحون أصلا، مرحبا يا أبو خليفة، أنتم بتتسبحون أصلا، بتدخلون الحمام تتسبحون، خلوا التسبيحة هذه رقية، يعني تروش، حط الماء على راسك. أنا بالنسبة لي أنا أسويها، والله العظيم أسويها، والله العظيم أنا أسويها، وأنا أشوف أن الحمد لله طيب. لكن أي وعكة صحية أمر فيها، يعني خاصة مثلا نحرك الشفايف، أنا قلت هذا يقول ننحر الشفايف، قلت هذا ينحر شفته، حرك شفايفك. اسمعوا أنا بقرأ عليكم الحين، تابعوا معي. الحين قاعد أتسبح تحت الحمام، أقول هذه، والله أكثر من كذا شرح ما عاد يبغى لها. واحد الحين بيطلع يقول أغمض عيني، أقول له بكيفك. يقول طيب افتح أذني، قلنا بكيفك. وش نقول يا شيخ؟ اقرأوا على أنفسكم الفلق، ادعوا لأنفسكم بفك الرهان، أن يفك عنكم الرهان. قولوا يا رب اخرج ما في جسدي من السحر والحسد والعين والأذى، اللهم انزل عليه الشفاء، اللهم ارفع عني البلاء، اللهم طهر بدني وطهر جلدي من الأذى. إذا كان عندكم مشاكل جلدية اذكر هذا الشيء، اللهم طهر جلدي من الأذى، اللهم طهر نفسي، اللهم طهر باطنيتي، اللهم طهر سائر جسدي، اللهم صبر قلب فهد القرني عليكم، اللهم صبر قلبي، اللهم صبر قلبي يا رب، أعطني القوة والعون حتى أستمر معكم. أنا يعني الروقية. بعدين أنا كم مرة قلت لكم يا معشر الرجال وزعلانين، مشكلتهم زعلانين. واحد أمس يقول لي يقول في البث، أصلا شتم في البث شتمة بسيطة كذا صغنطوطة صغيرة، يعني ما تكلف شيء، حق أبو اقتصاص على الصراط المستقيم. طيب تكلمت عن التمر قبل فترة، قلنا لكم التمر على زيت زيتون تفطرون فيه، ما حد منكم أفطر، نسيتوه، لازم أقعد أذكركم كل شوية. أنا خلاص جيبوا تمر وزيت زيتون عليه رقية شرعية، وأول ما تقومون الصباح كلوا من هذا التمر، كلوا من هذا التمر على زيت زيتون اللي عليها رقية شرعية. شكرا للداعمين، شكرا لكم كل الداعمين، بيض الله وجهكم، اللي غايب واللي حاضر. أسأل الله العظيم أن يرفع قدركم ويعلي شأنكم. يلا قولوا آمين. أسأل الله العظيم. نوارة مرحبا. أنتم تذكرون لما قلت لكم اللي ياكله في الليل ياكل بالعافية؟ أنتم تذكرون لما قلت لكم أنا أنه المفروض أن احنا في بيوتنا نقول بهذا الذكر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلوها يدينكم وانتم في بيوتكم، يعني تخيل واحد منكم يدور في البيت يتمشى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعدين توقف تقول لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، بصوت عالي وبصراخ يسمعونك آخر الحارة.
بصوت عالي، يعني زي كذا تقول لا إله إلا الله زي كذا. بعدين تبدأ تطلب الله سبحانه وتعالى في اللي أنت تبغاه بعد الصلاة على النبي. إذا طلبت الله بعد الصلاة على النبي بمشيئة الله سبحانه وتعالى تتحقق دعواتكم. يعني تقول اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب يا رب انزل عليه الشفاء وارفع عني البلاء. يا رب يا رب اصلح لي ذريتي. يا رب ارزقني الزوج الصالح. يا رب ارزقني الزوجة الصالحة. يا رب يسر أمر. يا رب اقض ديني. يا رب أعطني خير الدنيا والآخرة. من هذا الكلام، من هذا الدعاء اللي احنا نقوله. طيب أنا خلاص كذا أشوف إني خلاص ما عاد أقدر أكمل. شكرا لكم جميعا. قبل لا أنتهي لازم ندعي الله سبحانه وتعالى، واجب علينا هذا الدعاء. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض في هذه الساعة الطيبة المباركة أن الله أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية. أسأل الله أن يحفظ لكم بلدانكم وحكامكم وأبناءكم، كل من يسمعني في هذه الساعة. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يرزقكم الذرية الصالحة ويصلح لكم ما آتاكم. أسأل الله أن يغفر لآبائكم وأمهاتكم وآبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح شأن الأحياء منهم، وأن يعيننا وإياكم على برهم. أسأل الله أن يصلح لكم البنات والأولاد. أسأل الله أن يصلح لكم أنفسكم. أسأل الله أن يصلح لكم أموالكم. أسأل الله أن يرزقكم الوظائف والأرزاق والأموال. أسأل الله أن يرزقكم راحة البال يا حي يا قيوم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يرزقكم راحة البال. أسأل الله أن يرزقكم راحة البال واتساع الرزق. أسأل الله أن يشفيكم. أسأل الله أن يشفيكم. أسأل الله أن يشفيكم. اللهم لا مسحورا إلا فكيت سحره. اللهم لا مسحورا إلا فكيت سحره. اللهم لا مسحورا بسحر إلا فكيت سحره. اللهم لا مسحورا معنا ولا فينا ولا بيننا يا حي يا قيوم أو أوصانا. اللهم لا مسحورا بسحر في بقاع الأرض إلا فكيت سحره. اللهم لا مسحورا إلا فكيت سحره. اللهم لا إلا فكيت سحره وشفيته. اللهم لا محسودا إلا صرفت عنه شر هذا الحسد. اللهم لا مصابا بالعين إلا جعلتها بردا وسلاما وشفيتهم يا حي يا قيوم. اللهم انزل عليكم الشفاء. اللهم انزل عليكم الشفاء ويرفع عنكم البلاء إنه القادر على ذلك. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن ينزل عليكم الشفاء عاجلا غير آجل، وأن يطمنكم على أنفسكم وعلى ذويكم وأهاليكم ومنازلكم وبيوتكم وأرزاقكم. أسأل الله أن يفك السحر عن المسحورين. اللهم فك السحر. اللهم فك السحر. اللهم فك السحر وابطله يا حي يا قيوم عن المسحورين أينما كان وكيفما كان، بما شئت وكيفما شئت يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت أن ينزل عليكم الشفاء ويرفع عنكم البلاء وكل من أوصانا. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يحقق لكم أمنياتكم. أسأل الله أن يحقق لكم أمنياتكم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض وهو القادر على ذلك أن يرزقكم من حيث لم تحتسبوا، وأن يطرح لكم البركة فيما رزقكم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يرزقكم الأزواج الصالحين من النساء، أن يرزقكم الرجال الصالحين، ومن الرجال أن يرزقكم البنات والنساء الصالحات. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يصلح لكم ما آتاكم. أسأل الله أن يصلح لكم ما آتاكم إنه على ذلك قدير. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بك نستغيث بك نستجير فأجرنا واغثنا. اللهم يا حي يا قيوم فك الرهان المرهونة عن جميع من يسمعني في هذه الساعة أو لم يسمعني وقد أوصاني. اللهم فك عنهم الرهان المرهونة من العين العائنة، ومن الأنفس الخبيثة الحاسدة، ومن السحر وعقده، ومن السحر وعقده، ومن السحر وعقده، ومن السحر وعقده، ومن مس الشياطين وأذاهم وانتقامهم من المس العاشق وأذاه، ومن سائر الأمراض والأسقام، ومن اعتداء الشياطين وأذاهم وانتقامهم. اللهم من آذانا وآذاكم يا حي يا قيوم أن يسلط عليه جند من جنده ويصرف عنا شره بما شاء وكيف ما شاء. اللهم من آذانا وآذاكم، اللهم من آذانا وآذاكم من النساء ومن الرجال، من الأقارب ومن الغرباء، من الجن ومن الإنس، أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يرينا فيهم شر ما نرى يا حي يا قيوم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يرضي قلوبكم وعقولكم وأبدانكم بسوء ما أصاب، بسوء من آذاكم يا حي يا قيوم، وأن تروا فيهم عجائب القدرة. أسأل الله أن يزلزل الأرض من تحت أقدام المؤذين. أسأل الله أن يزلزل أقدامهم ويكفينا فيهم ويكفينا شرهم بما شاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم آمين يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استودعتكم الله الذي لا يضيع ودائعا وخير الحافظين. سبحانه الخير، ونكون احنا وياكم بأحسن حال، وبنحاول بجهد المستطاع أن يكون دائما في برنامجنا في بداية البث وفي نص البث وفي آخر البث.
يكون في دعاء في هذا الحال، لعل الله